جميع جراحات التجميل عايزينها ببنج موضعي. الكلام ده بنتسأله كتير قوي. انا عايز اشفط دهون الدراعين ببنج موضعي، عايز اعمل تصغير ثدي ببنج موضعي، عايز اعمل تجميل انف ببنج موضعي. في بعض الحالات ممكن نلجأ للبنج الموضعي، في بعض الديفوهات الصغيرة ممكن نلجأ للبنج الموضعي، لكن لو احنا هنشفط الذراع بالكامل بيبقى افضل ان احنا نعمله ببنج كلي كمثال، كمثال للذراعين، لان نسبة البنج الموضعي اللي احنا ممكن نحقنها ممكن تبقى خطر على حياة الانسان. نفس الكلام بالنسبة للأنف، في حاجات ممكن نعملها ببنج موضعي، لكن لما نيجي نصلح الأنف بالكامل يبقى ما ينفعش بنج موضعي، لازم نعمل بنج كلي. في بعض الحالات ممكن نلجأ ان احنا نعمل شد وجه ببنج موضعي، لكن في بعض الحالات وبعض الامور وفي بعض حالات الخطيره بالنسبه للانسان ده هو محتاج يعمل شد وش، لكن مضطر ان احنا نعمله ببنج موضعي. ممكن نحاول نلجأ للبنج الموضعي في بعض الحالات، لكن مش في كل الحالات. اذا لازم نحط في اعتبارنا ان البنج العام هو الاساس بتاعنا في جميع جراحات التجميل بتاعتنا، الا لو في حالات خاصه. في انتظار ارائكم واستفساراتكم واقتراحاتكم.